الله صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال: ان تطعمها اذا طعمت من نفس الطعام، وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر الا في البيت. لا تضرب وجهها، لان ضرب الوجه حرام، لان الله خلق ادم على صورته. ولا تقبح، لا تقل لها انت دميمة الخلقة، فان الذي خلقها هو الخالق البارئ، هو احسن الخالقين. ان رجلا راى كلبا اسودا فبصق عليه، فاوحى الله الى نبي هذا الزمان وقال له: بلغ هذا الذي بصق على الكلب الاسود وقل له: اتعيب الصنعة ام تعيب الصانع؟ اتعيب الصنعة ام تعيب الصانع؟ يا معشر السادة الاعزاء، هذه حقوق المرأة وكرامة المرأة، والرجل مسؤول عن الانفاق عليها، وليست هي مسؤولة عن الانفاق عليه. تعود الله المسؤولية بضعف الميراث. ايها السادة الاعزاء، قالت الطبيبة بعد ذلك: ان عائشة كانت رئيسة حزب سياسي، ونحن نقول لها من هذا المكان: اتحداك ثم اتحداك لو ذكرت لنا اسم هذا الحزب الذي رأسته عائشة. حزب الوطني، حزب مصر، الاشتراكي، حزب العمل، حزب الوفد، حزب الكتلة، حزب الاحرار. يا طبيبة اتق الله في نساء النبي. ان الرسول قال عن عائشة: هي الصديقة بنت الصديق. وقال لها ذات يوم: يا عائشة ان جبريل يقرئك السلام. وقال عنها: والله ما نزل الوحي على فراش واحدة منهن الا في فراش عائشة. وعائشة هي التي حملت رأس رسول الله في سكرات الموت. وعائشة هي التي كانت تضع الماء البارد على جبينه. وعائشة هي التي قالت: لو اني استقبلت من امري ما استدبرته لغسلت انا رسول الله بيدي. عائشة يا دكتورة، هذا الكلام لا يقال عن بيت النبوة، انما يقال عن الاتحاد الاشتراكي، عن الاتحاد القومي، عن حزب الشعب ومجلس الشعب والمجلس الشعبي. يا طبيبة، ان عائشة لم تكن رئيسة حزب، وما خرجت من بيتها الا مرة واحدة لتصلح بين الامام علي ومعاوية بن ابي سفيان. ما خرجت الا لهذا، بعدما استطاع اليهود برئاسة عبد الله بن سبأ اليهودي ان يوقعوا العداوة بين علي ومعاوية. خرجت عائشة من بيتها لتصلح بين الصحابيين الجليلين، من اجل الصلح تعتبر رئيسة حزب. ولماذا؟ لماذا ترقص حزبا؟ ان الذين يرقصون الاحزاب يسعون من وراء ذلك الى تولي الحكم، الى تولي الحكومة، ليكونوا رؤساء. فهل عائشة رأست حزبا ليصلها الى كرسي الحكم كأنديرة غندي او الجماهير؟ ان عائشة هي التي رأت حديث رسول الله سمعته: لن يصلح قوم ولوا امرهم امرأة. فهل ترأس الحزب لتكون من الخائبين، لتكون من اهل الخيبة، لتمارس مجالس الرجال؟ انه الغباء، وان شئت فقل انه الشقاء. ثم ماذا قالت الطبيبة في ختام مفترياتها؟ قالت: انا لا اعترف بالازهر، لان الازهر مؤسسة اقيمت لتنافق الحكام. ثم استدلت على ذلك ببعض الادلة فقالت: اليس الازهر هو الذي نسب الملك فاروق الى الحسين، الى سيدنا محمد؟ اليس الازهر هو الذي قال ان الاشتراكية من الاسلام؟
أليس الازهر هو الذي قال ان الرأسمالية من الاسلام؟ ولو دخل اليهود لقال الازهر ان اليهودية في الاسلام. هذا كلامه والرد عليه سهل وميسر. يا حبيبة، عندما تقولين هذا الكلام عن الازهر فقد هدمت 1000 عاما من عمر الازهر. الازهر له تاريخه على امتداد 1000 عام. اذا تكلمت عن الازهر فتكلمي عن الازهر في صورة الشيخ الشربيني والشيخ عليش والشيخ المراغي الامام الجليل حسن البنا محمد عبده الشهيد الجليل سيد قطب، الشهيد المكافح المجاهد الشيخ محمد فرغلي. هذا هو الازهر. الشيخ الخضر حسين، الشيخ عبد المجيد سليم، هؤلاء جبال، قمم الجبال. اما اذا تكلمت عن الازهر بعد قيام الثوره فنحن لا نعترف بهذا الكلام، لان الازهر عندما قامت الثوره حطمت اقدار الرجال وقضت على الازهر، جعلت من الازهر دكاتره وليسانس وبكالوريوس، حتى ان بعض المدرسين اقسم لي قائلا، احد مدرسي الازهر جاءه طالب ليلتحق بالازهر فساله ماذا يحفظ من القران، فقال له الفاتحه وقل هو الله احد والمعوذتين. قال له الا تحفظ شيئا اخر؟ قال له انا صريح معك فلا تدعني اخرج عن صراحتي. فقال له المدرس احلفت عليك بالله الا تحفظ شيئا من اغاني عبد الحليم حافظ؟ فقال له كلها والحمد لله، اتريد ان تسمع منها شيئا؟ فقال له المدرس قل لي حاجه، اي حاجه. هذا ازهر الثوره لا. تكلمي عن الازهر ايام الشيخ حسن العدوي رحمه الله، عندما دعا الخديوي العلماء الى قصر عابدين وكان من بينهم الشيخ حسن العدوي، كنا من قمم العلماء ومقياس العالم ان يخشى الله. وجيء بالطعام ونصبت الموائد وكان يتوسط الاناء، كان الاناء الكبير الذي يتوسط الاصداق مليئا بالقرب. فقال الخديوي للشيخ حسن العدوي كل يا حسن، فامتنع الشيخ ان يأكل. قال لماذا لا تأكل طعامنا؟ فسكت الشيخ، فقال له الخديوي حلفت عليك بالله لتأكلن. فمد الرجل يده الى طبق الورد، مد العالم يده الى طبق ورد الخديوي واخذ حفنة في يده ثم عصرها فسال الدمع. عصر الورد فسال دما. فقال الشيخ للخديوي اعلمت لماذا امتنعت عن الطعام؟ لان الله حرم علينا اكل الدم، فما بالك اذا كان الدم دم رعيتك يا افندينا؟ دم الرعية، دم المساكين، دم البؤساء. هذا هو الازهر في ساعة علماء. ازهر سنة 19 يوم وقف امام الامبراطورية العظمى انجلترا التي كانت لا تغيب عنها الشمس عن مستعمراتها، اظهر الامام الشيخ محمد فرغلي والشيخ محمد الاوزن قمم من قمم الاسلام. اما اظهر الثورة فقد كفنوه
ودفنوه وصلوا عليه صلاة الجنازة 4 تكبيرات. ويرحم الله ازهرنا الشريف، ويرحم الله رجاله الابرار الاخيار الاتقياء الذين ما ركبوا المرسيدس ذات يوم، وما وضع امام ابوابهم كشك الحراسة، وما وضعت الجنود على الابواب، وما لبسوا ثياب الافرنج، وما لقبوا انفسهم بلقب الدكتوراه. هل قال الرسول يا دكتور ابو بكر، يا دكتور عمر يا ابن الخطاب؟ دكتور كلمه لا دينيه، حتى القسس في الكنيسه لا يرضون ان يلقبوا بلقب الدكتور. القسس اللي معاهم دكتوراه في الهندسه والطب لا يرضون ان يلقبوا انفسهم بلقب الدكتور. يقول يا بابا، البابا احيانا اللي مالناش بابا، قول يا بابا، قول يا بابا. انما دكتور وسياده فرنسيه واغاني واوروبا وفتاوى ومرسيدس وستاير مرخاه. يا دكتورة اقرأ التاريخ، وقبل ان نفارق هذا الموقف اسأل الله لك الهداية، اسأل الله ان يرشدك الى طريق الحق. اللهم ان كان قد سبق في علمك انها لا تهتدي فاجعل تدميرها في تدبيرها، واجعل كيدها في نحرها. اللهم اعز من اعز دين محمد، اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم اخذل من خذل دين محمد. ايتها الطبيبة المصرية خديجة ام المؤمنين وعائشة ام المؤمنين، وقسمة الله في الميراث عادلة، والحجاب فرض من فرائض الاسلام، والاصل على امتداد 1000 سنة هو مأوى الرجال ومعهد الابطال. وقد كذبت فيما قلت فإلى الله اشكوك، لان الاعتداء على الاسلام لا يحقق فيه الا الواحد الديان. اقول قولي هذا واستمد من الله النصر للاسلام. اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اهزم اعداءنا، اللهم اهزم اعداءنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، اشف مرضانا ارحم موتانا، بلغنا مما يرضيك امالنا. ايها السادة الاماجد، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،
استغفر الله.